ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ربنا يسعدكم يا رب، وربنا ينجح كل الطلبه يا حبايب قلبي. وادعوا البنت ربنا ينجحها في الثانويه العامه يا رب، هي وكل البنات، كل الطلبة اللي في الثانوية العامة يا رب، ونجحهم وفرح الناس كلها يا رب، وفرحكم بأولادكم وأولادنا يا رب، وجعلوا إن شاء الله أيام سعيدة كده علينا وعليكم. متنسوش بقى تحطوا لي اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايب قلبي. ربنا يسعدكم على تفاعلكم معايا ويكبر بخواطركم يا رب. النهارده بقى نعمل مسقعة يا حبايب قلبي. طلعين من العيد بقى زهقانين من المحشي ومن الحاجات دي. هنعمل بقى يا حبايب قلبي، تيجي تجيبي بقى تعملي المسقعة، تجيبي البرنجانة بقى السمرة اللي تلاقيها ايه كبيرة زي دي كده، وتلاقي الدايرة بتاعتها طويلة كده. دي بقى البرنجانة بتبقى بيضة وحلوة. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ونعاد عليكم الأيام بخير يا رب، وربنا يا رب يفرح الناس كلها. الثانوية العامة بقى عاملة بتاع مخليها الواحد مرتبك والله، ما عارف يتكلم. ربنا يستر بقى ويعدي الأيام ده على خير يا رب. شايفين يا حبايب قلبي؟ فلة فلة فل. بحب اسيب القشرة بتاعت المسقعة عشان بتخليها حلوة كده يا حبايب قلبي، وبتديلها القيمة الغذائية بتاعتها. انا هشيل، انا بصراحة بحب اسيب. أنا طبعا غاسلة البرنجانة ديت ومن الشفاية عشان ما تشربش زيت مني. هننقعها برضو بملح. نقطع بقى البرنجانة بتاعتنا عشان ننقعها بقى بملح قبل ما تتحمر. تالت برنجان دي يا حبايب قلبي كله فوائد كله. يعني انت ما تاكلي البرنجان كده وهو متخرط، يعني انت مقشره كده وتاكليه، بيبقى طعمه جميل قوي يا حبايب قلبي، وبيبقى يعني فايدته زي التفاح بالظبط. اللي عنده انيميا هيبقى طعمه جميل، طعمه حلو قوي الانيميا يا حبايب قلبي. انا عندي انيميا اصلا، والبرنجان ده بيبقى حلو قوي للانيميا. يعني اي حاجه بتسمر يقولوا حلوه للانيميا. كده يا حبايب قلبي خرطنا البرنجان بقى، هنرش عليه الملح علشان ايه ينزل الميه اللي فيه. هحطه في مصفى، حطه في مصفى برضو علشان ينزل الميه كلها اللي فيه. كده بقى تلاقي الميه بتاعته نزلت، وتلاقيه بقى ما يشربش زي كده يا حبايب قلبي. جبت بصله بقى يعني مش كبيره قوي، وهحمرها بقى كده
كلها شوية زيت بسيطين عشان البرنجانة يبقى فيه زيت. نحط شوية ملح عشان البصلة بتاعتنا تنزل المية اللي فيها كلها برضه نص السكر بسيطة خالص. كده يا حبايب قلبي بعد ما البصلة اتبلت هنحط بقى ايه الطماطم دي يا حبايب قلبي كانت عندي في الفريزر. بجيب الطماطم لما تكون غالية رخيصة بجيبها واسبكها واحطها، بتنفعني بقى لما بتكون الطماطم غالية وكده بطلع على طول وبشتغل. او انت بتشتغلي موظفة كده بتلاقي الحاجة عندك ايه موجود، بدل ما تقعدي تضربي بقى في الخلاط وتتعبي نفسك بتلاقيها جاهزة بقى. هنا يا حبايب قلبي بعد ما حمرنا الباذنجان بقى هنحط الفلفل اللي احنا قطعناه. هنديله بس تلوحه كده ونحطه بقى مع البقى. البهارات كمون شطه فلفل اسمر والملح انا كنت حاطاه يا حبايبي، انا حطيت برضو بشويه خل، يعني حطيت معلقه خل كده عشان ايه لو حد ما يعني مش عايزه تكتري الخل ما تكتريش، مش عايزه تحطيه خالص ما تحطيه، بس الخل انا بحس انه بيخلي طعمها حلو. دي البرنجانه يا حبايب قلبي اللي انا عملته. هنحطه بقى هنا على المسقعه، حطها برضو على ورقه اهوت، مش عندك مناديل حط ورقه عادي. شايفين يا حبايب قلبي المناديل والورق بيشرب ازاي. حطيت معلقه توم برضو مع الخل، وهنحط بقى الفلفل اللي احنا مدبلينه وصنعناه. ودي يا حبايب قلبي بقى كانت الروتين بتاعنا النهارده. متنسوناش في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايب قلبي بنعمله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.